انا بقالي ساعه وتلت في الخزنه دي، وريني بقى هيثم يجي يفتحها ازاي. صح وريني تعالى يا هيثم. ارحب بمعالي وزير الماليه المصري دكتور محمد معيط. اهلا ومرحبا بك يا دكتور محمد. تعالى يا عم هيثم. هات يا عم هيثم. يلا يا عم. يا جدعان يعني لا شك انه الوقت الحالي بالنسبه للاقتصاد المصري عاصفه مثاليه من الضغوط على الاقتصاد، كيف تخطط مصر للتعامل معها؟ هستلف تاني. لم نتوقف من التفاوض مع الصندوق، بقينا بنتكلم حاليا مع الصندوق ان يبقى في مكون تمويلي ايضا ضمن البرنامج. فبنستلفهم وهنستلفهم وهندفع خدماتهم. 7645 جنيه. اديله 8000 واخلص. اتكلمنا مع اشقائنا في الخليج. ابو العربي بيه الرجوله كلها، السلكان كله، العلاقات العامه الثقيله. حصل اتفاقات سواء في ودائع في البنك المركزي المصري، ايضا اصول، وبالتالي فاحنا بنشجع بقى الاستثمار في هذه الاصول. تقول للناس ايه اللي هي واقفه قدام فكره بيع الاصول؟ انا بعتقد ان الرفض الشعبي لفكره بيع الاصول، انا متهيألي انه مع الوقت برضه اتغير. على فكره في حاجات بتتغير. احنا ممكن نقوله ان دي موضه ونفتح فروع ونروح دبي نفتح في دولفين مول. السياحه الحمد لله شايفين ارقامها بتتحسن. انا مصر ترتيبي في السياحه الخامس في الشرق الاوسط. 5 حرام عليك، اعطي له 5. بالتواصل مع اشقائنا في الخليج من الممكن ان احنا يبقى في سياحه قادمه لمصر ان شاء الله باذن الله، في سياحه من اسرائيل، فكل دوت فتح بالنسبه للسياحه. مصيبه فوقك اسرائيل، قطر، السعوديه، الامارات، حتى مش تونس مثلا. احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا صالح؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ بقول لك ايه، ابوس ايدك. مع ارتفاع اسعار البترول في اسعار الغاز، احنا الحمد لله بنصدر غاز. هتلاقي ناس تقول لك يا حبيبي الغاز جاي من اسرائيل عبر الانابيب ويتصدر لاوروبا، انا باخد فلوس بس زي ما بتعدي المراكب في قناه السويس. ولا حاجه وانت ولا نفلت مصر. ربما الودائع الخليجيه عوضت جزء من هذه الضغوط. اليوم هناك تراجع في استثمار الاجانب في اذون الخزانه. تراجع، ما هو تراجع خلاص، يعني هو اوريدي. تتوقع ان تخرج اضافي؟ ما خرج، لا هو خرج خلاص. خلاص كده حماسك قل خلاص. بالنسبه لسؤال الهوت ماني وان حجم الخروج كان قد ايه، ما يقرب من 20 مليار دولار خرجوا من بدايه العام. اكتر من 90% خرج خلاص. خرج. اتفضل بره يا اخ. لا مش هينفع طبعا. اتفضل بره. انا بقول لك فوق 90% تخرج تقريبا يعني. بالتالي لا نتوقع المزيد من التاثيرات. لا يعني لو نتوقع بقى ان لو حاجه هترجع من اللي خرج دي. انت بتضحك ليه؟ يا جماعه احنا داخلين في فود سكيورتي كرايسيس، الحقوا قبل ما الناس تموت من الجوع. انت الجرأه دي كانت منين في بقك ده؟ اوعى كده. شكرا جزيلا لك على المقابله، شكرا على وقتك. شكرا جزيلا. والله مسكين، ما معك ساعه؟ معي سنور. اعطي يا رجال. 5 بالحب. بالتواصل مع اشقائنا في الخليج من الممكن ان احنا يبقى في سياحه قادمه لمصر ان شاء الله باذن الله، في سياحه من اسرائيل، فكل دوت فتح بالنسبه للسياحه.